السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. إن من أكثر الأوصاف التي وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام هو وصف أم معبد الخزاعية، وهي امرأة لم تكن مسلمة، وكانت على طريق المدينة عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وعبد الله بن أريقط، فهاجروا ووقفوا على خيمة أم معبد وسألوها قليلا من اللبن، وكان زوجها خارجا بالغنم ولم يكن هناك إلا شاة واحدة، فسألوها قليلا من اللبن فقالت ليس معي شيء، فسألوها لحما وتمرا حتى يشتروا منها فقالت ليس معي شيء، فنظر النبي إلى شاة كانت عندهم وكانت هزيلة وضعيفة، قال ما خطب هذه الشاة؟ قال شاة هزيلة خلفها ضعفها عن القطيع وعن الغنم. قال أتأذنين لي يا أم معبد أن أحلبها؟ قالت أأذن لك، إذا وجدت فيها شيئا فاحلبها. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرعها ودعا الله وسمى بسم الله وقال ائتني بإناء، فأتته بإناء ووضعه تحتها فحلبها حتى امتلأ الإناء، فأعطاه إياها حتى سقيت ورويت، ثم حلبها مرة أخرى حتى امتلأ الإناء، وأتاه إلى صاحبيه أبو بكر رضي الله عنه وعبد الله بن أريقط فشربا وارتويا، ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم حلبها مرة أخرى وآتاه إلى أم معبد. فلما أتى أبو معبد إلى زوجته فلما رأى إناء اللبن ممتلئ والشاة في ضرعها لبن فتعجب وقال كيف هذا؟ فقالت لقد مر علينا رجل مبارك، فقال صفيه لي. اسمع لوصف أم معبد للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من أدق الأوصاف بلاغة بعد وصف هند بن أبي هالة وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لقد رأيت رجلا ظاهر الوضاءة وجهه مشرق أبلج الوجه وجهه فيه نور، حسن الخلق لا تعبه ثجله، أي بطنه وصدره متساويان ولا تزر به صعدة، ورأسه ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، معتدلة متناسقة مع جسده، وفي عينيه دعج، كانت عينيه صلى الله عليه وسلم شديدة السواد وشديد بياض العين، وفي أشفاره عطف، كانت رموشه صلى الله عليه وسلم طويلة ومنثنية وفيها ثنية، وفي أشفاره عطف، وفي صوته صحل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم صوته فيه هدة وليس فيه شدة، وكان في صوته قليلا من البحة، بحة بسيطة في صوته، وفي عنقه سطع، كانت رقبته صلى الله عليه وسلم طويلة ومستديرة، وكانت ظاهرة الوضاءة، كانت فيها سطوع، وفي لحيته كثافة، كانت لحيته عليه الصلاة والسلام كثة وكثيفة جدا، وكان فيها شيبات بارزات، أحور أكحل، أحور كانت عينيه دائرية، أكحل كان منبت الرموش شديد السواد وكأنه يضع الكحل عليه الصلاة والسلام، أزج أقرن، أي حاجبيه كانتا طويلتان ومقوسان، أقرن كانتا متصلتين لا يتضيحان إلا إذا أتى عليهن الغبار، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، كان أجمل الناس وأبهاهم إذا رأيته من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب. حلو المنطق، كان منطقه صلى الله عليه وسلم جميلا جدا، إذا تكلم فلا تكد تمل من سماع كلامه. حلو المنطق، وكان كلامه صلى الله عليه وسلم فصل، لا هدر ولا هزر، كان كلامه فصل، كان يلخص كتبا كاملة في كلمة واحدة، وقد أوتي مجمع الكلم، وقد كان يلخص كتبا كاملة في كلمة واحدة. ربعة لا تيأسه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، كان طوله مناسب، كان ما مشى مع أحد إلا طاله. وقالت كان غصنا بين غصنين، كان بين أبو بكر رضي الله عنه وبين عبد الله بن أريقط، كان غصنا بين غصنين، وكان أحسن الثلاثة منظرا وأرفعهم قدرا.
ولم يكن عابس الوجه، لا عابس ولا مفند، لم يكن عابس الوجه ولا صليط اللسان ولا سخط اللسان ولا بذيء القول. فلما وصفته له قال: والله إنه لصاحب قريش، والله إذا رأيته لأبايعنه.